صديقي المحترم، بقى حضرتك موصل نت للتليفون ده دلوقتي حاليا. التليفون ده من النت من التليفون ده بدون ما تعرف باسورد الراوتر او الواي فاي اللي متصل عليه على التليفون ده، وشغال زي الفل. احب اكد لك، ارجع انزل لك شريط الاشعارات اهو ما عندكش اي شبكه انت متصل عليها. كل اللي متصل عليه بلوتوث اهو، اوبو اف 9. انا متصل على اوبو اف 9 عن طريق البلوتوث، موصل نت مني. النهارده معانا حاجه حلوه قوي ان شاء الله هتعجبكم. بس قبل ما ابدا الفيديو، لو انت لسه جديد معانا في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك من هنا، وهيجي لك جنبه جرس من هنا فعله عشان يوصل لك كل جديد فيديوهاتنا. وما تنساش اللايك على فيديوهاتنا او حتى ديسلايك، وقول لنا تعليقك ورايك في الفيديو تحت هنا في التعليقات. ضروري مهم جدا، احب اسمع تعليقكم وبقراها كلها. ويا سلام ما هتحرمش منكم لو تعملوا لنا شير للفيديو عشان يبقى الناس كلها تعرف، او نكبر قناتنا بسرعه ان شاء الله باذن الله. نخش في الفيديو على طول. النهارده انت عندك واي فاي، اصحابك بيجوا لك البيت، حبايبك وبتاع، وطالبين منك الباسورد بتاع الواي فاي، بس انت محرج طبعا وما ينفعش ما تديهمش، يعني ما ياخدوش الواي فاي، يعني ده صعب قوي. يعني يقول لك ده انت راجل بخيل، ده انت راجل مش تمام كده يعني. طيب انت دلوقتي بقيت في مصر، محتاج ان انت توصل لهم نت من الواي فاي بتاعك، وفي نفس الوقت مش عايز تعرفهم الباسورد بتاع الواي فاي. ليه؟ لان لو معاهم روت، بالصلاه على النبي كده، هم الباسورد اللي انت كتبته له حضرتك عنده على التليفون هينشره بقى وكده، والراوتر بتاعك بقى ما شاء الله ممتلكات عامه. الموقف الثاني، لو الواي فاي ده مش بتاعك او بتاع صاحبك، وانت طلبت منه الباسورد، طبعا كتبه لك وانت ما تعرفوش، هو معاك شروط، وجالك اصحابك التانيين عايزين يوصلوا نت من معاك، عايز تترسم عليهم بقى، بس انت يا معلم للاسف ما معكش الباسورد بتاع الواي فاي ده، فعايز توصل لهم نت. النهارده معانا طريقتين مش هيخرج منهم الحل بتاع المشكلتين دول. ضروري شاركوا الفيديو ده لانه فيديو مهم، وهتشوفوا في النهايه الدنيا ماشيه ازاي. كمل معايا فيديو وركز جدا في كل خطوه انا بعملها، هتلاقي الموضوع بسيط. اول طريقه، عارفين البلوتوث اللي عندك على التليفون اللي ملوش لازمه في الحياه؟ ان البلوتوث ده انت ممكن تطلع منه نت لاي تليفون تاني، حتى لو التليفون التاني ما معهوش الباسورد. ازاي يا ريس؟ من هنا انا عملت لكم التليفون ده انجلش والتليفون ده عربي، عشان للناس اللي هي ثقافتها عربي والناس اللي ثقافتها انجليزي، عشان ايه الدنيا ما تدخلش مع بعضها. اول حاجه خالص هتشغل البلوتوث هنا في التليفون ده، ونفس الوضع تيجي تشغل البلوتوث ده. مزيد من الاعداد، تمام. خلاص هتبحث عن التليفون ده هنا والتليفون ده هنا. التليفون ده ظاهر لي اهوت هنا، اوبو اف 9، بيعمل اتصال او اقتران. طلب مني بير هنا، اوكي اقتران، خلاص التليفون عامل اقتران، بس لسه برضو ما وصلنيش نت. تمام، معلش انا اسف، انا همسح بس الواي فاي ده حسب الشبكه. تمام، انا كده بشغل واي فاي ومفيش حاجه فيهم متصل، عشان تبقى بس الامور تبقى واضحه معاكم. انا ما معيش هنا واي فاي خالص دلوقتي. تمام، نرجع تاني نكمل بلوتوث. خلاص ظهر عندي ده بقى مقترن وده بقى مقترن. تمام، نطلع من دول، خش على الاعدادات هنا. تمام، وهنا نفس الوضع الاعدادات. اجيب هنا المزيد والربط ونقطة الاتصال. واضح؟ ده في التليفون اللي احنا عايزين نوصل له واي فاي، وتعمل تضغط هنا الربط بالبلوتوث. تمام؟ انت كده خلاص مفيش مشكله، مش مهم حتى تعمل هنا، خلاص هي هنا اصلا شغاله، يعني هنا كده انا مشغل البلوتوث سيسرنج دي. تمام، يبقى انت كده مفعل الخطوه دي والخطوه دي. الخطوه الثالثه الاخيره، ترجع تاني للبلوتوث
بتاعك هنا، وتيجي هنا عند التليفون اللي انت عايز توصله نت وتضغط هنا وتقوم تقول له الدخول الى الانترنت وتعمل موافق. صديقي المحترم، بقى حضرتك موصل نت للتليفون ده دلوقتي حاليا. التليفون ده من النت من التليفون ده بدون ما تعرف باسورد الراوتر او الواي فاي اللي متصل عليه على التليفون ده، وشغال زي الفل. احب اكد لك، ارجع انزل لك شريط الاشعارات اهو ما عندكش اي شبكه انت متصل عليها، ها، كل اللي متصل عليه بلوتوث اهو، اوبو اف 9، انا متصل على اوبو اف 9 عن طريق البلوتوث، موصل نت مني. تمام، كمل مع بعض. بالدليل نجيب جوجل بلاي، متجر جوجل، افتح اي حاجه، نت شغال معاك زي الفل، مفيش اي مشكله. تمام. دي خطوه. اقول لكم الخطوه دي كويسه جدا، ولكن ليها عيوب. ايه العيوب بتاعتها؟ انتوا عارفين البلوتوث ليه مدى مثلا 6 ميجا 6 متر 5 متر وهكذا، فبالتالي محدود. الحاجه الثانيه، الطريقه دي بتنفع في حوالي اكتر من 90 ل 92% من موبايلات العالم، بالتالي لسه في نسبه حوالي 7 او 8% مش شغاله معاهم الطريقه دي. طيب الطريقه الثانيه بقى اللي ما ينفعش ما تشتغلش معاها، دي بقى كل تليفونات العالم بتشتغل عليه. ازاي يا ريس؟ ازاي؟ هديك رابط تطبيق هنا، هحطه لك تحت في اسفل الفيديو في صندوق الوصف، هتنزله ولما هتفتحه هيبقى بالواجهه دي. اول ما هتفتحه هيفتح معاك طبيعي زي ما انت شايفه كده. قول له جيت خلاص. انت طبعا التليفون ده فيه واي فاي. انا اسف، هفصل البلوتوث طبعا عشان الخطوه دي انتهت خلاص، وهنا هفصل البلوتوث خلاص. تمام، وانا كده دلوقتي ما عنديش اي شبكه متصل عليها. تمام. نكمل خلاص. انا فتحت التطبيق بقى بالواجهه دي، وتبعت التطبيق ده للتليفون ده عن طريق الشير او عن طريق البلوتوث. هو التطبيق ده حجمه 3 ميجا من غير اعلانات اصلا، شغال زي الفل، مش فيها حاجه، بسيط جدا يعني. وتبعت له نفس التطبيق، وهكذا لو عايز توصل النت لاكتر من تليفون ابعت لهم التطبيق ده، لو لحد 10 تليفونات. تمام. فتحنا هنا، نفتح هنا نفس الوضع، انيفاي هيفتح معانا طبيعي برضو عادي. تمام، هيقول لك جوت ات. هو بيعمل مشاركه دلوقتي للنت وبالشفا كده. وصل لك نت يا معلم. خلصت على كده؟ خلصت اهو. ده التليفون بتاعك الاكس 557 لايت، متصل على التطبيق ده، موصل له نت من غير ما تعرف باسورد الواي فاي اللي انت عليه، او من غير ما تعرف الراجل اللي انت باعت له او اللي انت موصله النت ده الواي فاي بتاعك. وكده انت خلصت من المشكله لنهايه العمر. عايز تتاكد؟ افتح هنا جوجل بلاي، هنا اهوت متجر جوجل اهو، اسف، العاب، وافتح اي حاجه تفتح معاك طبيعي اهو، شغال زي الفل. وادي شبكه الواي فاي اللي انا متصل عليها اللي هي الوهميه اهي اهو، ملهاش اسم، اللي هي دايركت WZ7 اللي هي CBH 1823 مش واي فاي. نهايه الفيديو، يا رب اكون وصلت لكم معلومه مفيده، يا رب نكمل مع بعض ان شاء الله، والحاجات اللي جايه احسن واحسن. ما تنسوناش من اللايك والشير والكومنت، وفيديوهات جايه احلى واحلى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.